السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايين فيديو جديد. وطبعا لما كنا عاملين جولة في 15 مايو في المدينة بتاعة الإسكان، يعني ناس كتير طلبت مني ان انا اعمل جولة في حي النرجس. حي النرجس دوت يعني حتة فوق كده عالية شوية، بس عشان خاطر يعني نطلعها يعني. بصوا بقى، اول حاجه يعني كان هو المتابعه اللي كانت بعتالي بتقول لي عاملين جوله في حي نرجس، واحنا سمعنا ان في مقابر هناك، وهل المقابر دي قريبه ولا بعيده ولا كده. فانا بصراحه يعني ايه، كنت طلعتها مره لما كنت قربت اوصل التخصيص بتاعي، يعني وكنت فاكره ان انا هستلم في الان ال 14 فوق. فاسمه دوت، فطلعت مره وكان في بيوت بتتبني وكده، وكان في فعلا هناك تراب. بس انا ما طلعتهاش بقى، ولما العماير خلصت والتشطيبات خلصت يعني، وشفت الدنيا وايه يعني وكده، فقلت بقى المره دي قلت لجوزي بصراحه تعالى معايا يعني نطلع ناخد جوله فيها، وطبعا الناس عايزه تشوفها يعني وايه، ونعرفكم عليها. بصوا، اول حاجه انتوا انا دلوقتي كنت عند واقفه فين، واقفه عند الاستوراد عند بين الجبلين. وانتوا بين الجبلين بتلاقوا يعني زي قبة كبيرة كده أو بوابة كبيرة مكتوب عليها مدينة 15 مايو، بتخش منها. تفضلوا ماشيين معايا على الطريق زي ما هو كده لحد ما توصلوا على ايديكم اليمين. كومباوند اسمه دار مصر، تبقى انتوا كده ماشيين صح. تمام. بعد ما بتعدوا دار مصر، انتوا كده يعني ايه، بيبقى هو على ايدكم اليمين. تمام. بصوا اللي جاي ده هو ده دار مصر، اللي السور اللي هو جنبي على طول دوت. تمام. بتفضلوا ماشيين لحد ما توصلوا دار مصر، بيبقى ايديكم على ايديكم اليمين. وبعد كده بتخشوا شمال. الشمال ديت اللي هي ايه، الشمال ديت اللي هي هنبدأ بقى في الاسكان الاجتماعي اللي هو في مدينة 15 مايو. بتلاقوا بقى عندكم ال50 ال120 فدان، ال50 وال90 و120 و290 فدان. طبعا الكلام ده كله انا عملت عليه فيديو المره اللي فاتت، والحمد لله كويس ان هو عجبكم يعني. وناس كتير عايزه كانت تشوف يعني ايه هي هتسكن فين، او ما تعرفش حلو مايو، او ما جاتش الشوارع يعني بتاعت مايو قبل كده. فكانت عايزه تعرف النظام هناك ازاي، عمران ولا مش عمران. فكل ده هوريه لكم النهارده. تقدروا برضه ترجعوا للفيديو القديم دوت كان بيتكلم عن الاسكان الاجتماعي اللي انا قلت لكم عليه. النهارده بقى انا هصور ايه بالظبط، انا هصور النهارده منطقه النرجس اللي هي بتاعت الاعلان ال 14 بس. تمام. بصوا، احنا كده في ظهرنا سكن لكل المصريين، وانتوا دخلتوا من جنبي الشمال وفضلتوا ماشيين على طول. يعني في ظهرك كده سكن لكل المصريين على طول. هتفضلوا بقى ماشيين هنا لحد ما توصلوا ايه زي طالعه كده، مش هتكملوا بقى على 290 فدان، لا. في بين جبلين كده وبتعدوا بتلاقوا نفسكم بين عند 290 فدان. شايفين انتوا الدخله؟ بتخشوا كده يمين، ما بتخش يعني دي تفريعه. لو مشيتوا مع العربيه الحمراء دي هتروحوا 290 فدان. انتوا تركزوا في التفريعه عند اخر عماره هتخشوا من جنبيها. في يافطه اسمها سكن لكل المصريين، علموها باليافطه دي كويس. تمام. اول ما بتطلعوا بقى دي في طلعه كده كبيره، بصوا على ايديكم ما شاء الله، منطقه يعني جنينه كبيره عاملينها كويس جدا، ويعني شكلها بصراحه حلو وراقي جدا. بصوا، هي طالعه، تدول طالعين لحد فوق لحد ما توصلوا لحد النرجس. طيب إيه الحياة في نرجس؟ تمام. يعني في ناس استلمت فوق، وبشوف عربيات طالعة ونازلة. يعني شوف انتوا على العربية قدامكم دي عربية نقل عفش. ففي ناس عايشة فوق وناس بتنزل من فوق وكده. طب انا من منظوري ايه، ينفع تعيشوا فوق او لا؟ بصوا، انا بشوف في صلاة بصراحة ساعة صلاة الجمعة لما بكون ماشية في الشارع العمومي بتاع الاسكان، إيه، بشوف ناس نازلين من الجبل دوت. تمام. وبشوف ناس اكتر طالعين المكان دوت على رجليهم، وواقفين كتير جدا مستنيين عربيات عشان تطلع. انتوا متخيلين انتوا لو هتطلعوا الكلام ده كله، لو مفيش عربيه وطالعين على رجلكم؟ يعني شايفه في بنوته طالعه على رجليها. انا عايزه اقول لكم مسافه كبيره جدا، يعني هي كبيره ما شاء الله بالعربيه. فما بالكم بقى ان هي تبقى مثلا تتمشي على على الرجلين، لان مفيش هناك طبعا مواصلات. فلو انتوا معاكم عربيه هتعرفوا تعيشوا تأقلموا حياتكم عادي. معكوش عربيه ومش متعودين على الجو ده، لا الموضوع صعب جدا. يعني حتى انتوا لو استلمتوا او جالكم التخصيص في النرجس، بصراحة يعني فكروا شوية أو استنوا لما الدنيا تعمر ويبقى فيه مواصلات كويسة. يكون في سوبر ماركت، يعني سوق، صيدلية، أقل حاجة. فاهمين قصدي؟ بس كمكان، لا هو مكان حلو. تمام. بصوا انا كده بعد ما خلصت الطلعه اللي احنا طلعنا دي بالظبط، اول ما بتخشوا شمال. هي عايزه اقول لكم هي يعتبر زي دايره كبيره كده، انتوا بتلفوا حواليها بتكونوا خلصتوها. يعني انا هاخد اللفه دي كلها وهرجع من اليمه اللي قدامكم ديت، خلاص كده خلصتها. تمام. بصوا، في ناس مستلمه، وفي ناس ساكنه، وفي عربيات نقل عفش، وفي الكلام ده كله. انا لما جالي التخصيص انا كنت في الاول فاكره ان انا هبصوا اللي هناك دي خالص دي كده، اللي هي المقابر. كانت ناس كتير قوي قلقانه ان المقابر هتبقى باينه ولا مش باينه. انا هقول لكم، لو انتوا ماشيين في الشارع على رجليكم تحت، لا هم عاملين زي سور وعاملين زي جنينه كده او زرع. بس طبعا لو طلعتوا فوق في العماير مثلا من دور عالي هتشوفوها. طيب بصوا، العماير هنا مش مباشره على التراب.
تمام. يعني كل العماير بتبص يمين وشمال، مفيش عماره مباشره بتبصها بوجهتها على التراب على طول. بس طبعا انتوا لو بصيتوا وشبيتوا من الشباك وبصيتوا مثلا شمالكم اكيد هتشوفوا. انا بتكلم على الادوار العاليه، لو انت مثلا دور اول او دور التاني ممكن تقريبا ما تشوفهمش، بس بصوا من فوق اكيد هتشوفوا. طيب كل الناس هتستلم على المقابر ولا لا؟ لا طبعا، لان بصوا شايفين يعني المقابر دي في منها امامي وفي منها خلفي وفي منها دور تاني. يعني مش صف واحد بس على المقابر، لا ده في كذا صف ورا بعضيهم. انتوا فاهمين قصدي؟ فممكن بقى حظك انت مثلا يجي على المقابر، يجي مثلا عمارة خلفية ما تبقاش شايفاهم. طب المسافة قد ايه؟ لا انتوا بعاد شوية عن يعني بعاد عنها حبة حلوين. بس طبعا نظرة عينيكوا ومرمى عينيكوا اكيد هتشوفوها في الادوار العالية او من فوق. انا بصوا دلوقتي يعني ايه، هنزل برضو اوريها لكم انا اقصد ايه، بس انا قصدي يعني ما الناس كلها ما تقلقش، على حسب التخصيص اللي هيجيلك. في ناس ممكن يجي لها التخصيص قدام المقابر، في ناس ممكن يجي لها ورا، فعادي. بصوا انا كده وقفت عشان خاطر انزل اوريكم المنظر عامل ازاي، واصورها لكم من قرب برضو، وتعرفوا برضو المسافه بالظبط قد ايه. بصوا انتوا كده بتعدوا الشارع، بعد الشارع في زي سور كده، هم في الاول حاطين زرع عند السور ده عشان ما يبانش. هنا المكان ده ما لقيتش فيه زرع فقلت هصور فيه. يعني بصوا السور كده على طول، بعد ما بتعدوا السور بصوا بقى اللي انتوا شايفينها بعيد قوي دي، هي دي المقابر. تحت يعني هي الجبل تحت جدا، مش مثلا ما يقدرش حد يمشيها على رجليه حبه صغيرين، لا هي ما شاء الله مسافه وكبيره لتحت، يعني خاطر حتى لو عيل وقف تحت أو واقف عليها او كده، يعني واقف على السور دوت ولا حاجه. فهي بعيده، بس طبعا بمرمى عينيكوا هتشوفوها، يعني اخر نظرة عينيكم هتجيبها، هتجيبها وهتشوفوها عادي. فكل واحد ان شاء الله يعني اللي يجي نصيبه بقى ان شاء الله، يعني الدعاء بقى ان هو ما يجيلكوش التخسيس على الوجه على طول، ويكون مثلا التخسيس ورا او كده. طيب ورا في ايه؟ ما شاء الله ورا في، عايزه اقول لكم في مولات، في كذا حاجه. يعني بصوا عايزه اقول لكم ان هي ايه، يعني بصوا في كل حاجة بس لسه مش شغالة. يعني انا شفت لما روحت هناك شفت حد فتح سوبر ماركت في اول دور. طبعا ده مش بيبقى فتح يعني ايه، مش حاجة مش مترخصة ولا حاجة قانونية ولا حاجة تمام يعني. بس هما بيعملوا كده ليه؟ لان يعني الناس بتحاول تساعد بعض، اللي هو انا واحدة مثلا هي بس عندها سوبر ماركت، ففاتحة سوبر ماركت في بيتها بتبيع للناس اللي حواليها. عايزة اقول لكم ان الناس دي بتبقى مشهورة جدا، بتبقى في المنطقة عارفين ان في حد هنا بيبيع، ده بصراحة بيوفر لهم كتير. انت متخيل لو انت عايز تجيب مثلا حاجة مثلا بقالة أو سوبر ماركت، تجيب من اللي جنبك اللي فاتح في شقة زيك، ولا تنزل الجبل ده كله تحت وتنزل تشتري وتطلع؟ فطبعا في ناس كتير قوي معهاش عربيات ومفيش هناك مواصلات، يعني ايه هيفضلوا ان هم يشتروا من الجار اللي جنبيهم. طيب في ناس كتير قوي يعني مؤذية، يعني بتعمل ايه، بتقولك لا الشقة دي سكني مش تجاري فانا هبلغ عنهم. تمام. إيه ماشي، هو انت حقك وحقك انك ما تبقاش عايش في حته فيها عشوائيه ولا حاجه، بس قبل ما تحاول تعمل الحوار دوت يعني فكر ان المكان فيه كله محدش بيخدمه غير مثلا السوبر ماركت اللي هو فاتح في الشقه ده. تمام. انا لو يعني انا هنا جنبي لما جيت سكنت، العماره اللي جنبي لقيت حد فاتح في الدور الارضي برضو كده، عايزه اقول لكم فرحت بيها جدا. يعني عايزه اقول لكم انا مثلا السوق مثلا 5 دقايق ولا حاجه، بصوا دي حضانه وبرضو فيها هناك محلات وسواق، بس الحاجات دي كلها بصراحه لسه ما اشتغلتش وطبعا لسه ما اتسلمتش. فاهمين قصدي؟ انتوا هتلاقوا من المحلات دي كتير جدا، يعني كل ما تمشوا في كل منطقه هتلاقوا كتير ان شاء الله في المستقبل باذن الله. المنطقة دي هتعمر كويس جدا، وفيها تشجير عالي جدا وفيها اهتمام حلو جدا. يعني كمان مكان ما استلمش، متصفلت كويس، زراعته كويسة، حاطين تشجير في كل حتة شجر، متوصيين بالحضانات والسوبر ماركت والكلام ده كله. هناك برضو في مدرسة بتتبني، في مول بيتبني. فبصراحة لا المكان كويس، ولما كمان ما يعمر هيبقى أحسن وأحسن. بس لحد ما يعمر هو محتاج شوية وقت، لحد بس ما الناس كلها تسكن، يبدأوا يعملوا لك مثلا يعملوا لكم خط مثلا ميني باص او ميكروباصات او عربيات يطلع يعني فوق ياخد الناس وينزل. فانا من وجهة نظري في المستقبل الموضوع هيبقى كويس جدا. فما الناس يعني اللي استلمت ومستعجله وعايزه تيجي، طبعا تيجي تنور وكل حاجه، بس هيبقوا عارفين ان هم هيخشوا على معاناه شويه. معاك عربيه تعالى وانت مغمض عينك ما يهمكش من حاجه، هي بس هتبقى بالليل ضلمه شويه والدنيا هص هص وكده. بس طبعا احنا اتكلمنا الحته ديت باب مصفح شويه حديد على الشقه عندك، انت في امان. تمام. كمان عايزه اقول لكم برضو ان
انتوا برضو لما تيجوا هنا الناس بتتعرف بسرعة، يعني بتبقوا عارفين ايه العمارة دي مين ساكن فيها والعمارة دي مين فيها ساكن، لان انتوا مثلا بتبقوا في العمارة كلكم مثلا اتنين تلاتة، فبتبقوا عارفين بعض. لما بتشوفوا اي حد غريب عندكم في المنطقة او في العمارة بتسألوا انت مين، تبع شقة ايه. يعني بصراحة انا لما كنت جاي هنا كنت فاكرة ان الدنيا تبقى صحراء وما فيش حد هيسأل وبتاع، بس لما جيت قعدنا هنا بصراحة كل مرة كنت اجي العمارة الاقي حد بيسألني انت مين وجاية تبع ايه وشقة ايه. فواحدة واحدة بتعرفوا السكان. بصوا دي جامع ومدرسة وجنبيها بتتبني، فانا بقول لكم ان شاء الله في المستقبل هتبقى ايه كويسه. فمع الوقت بتبقوا خلاص عارفين بعضيكوا، حد غريب لو دخل تبقوا عارفين ان ده غريب حرامي ده انت جاي ليه. فبصراحه الناس بتسأل والناس بتبقى ايه يعني الدنيا امان شويه. إيه بس انا بتكلم على منطقتي اللي هي تحت اللي هي في الشارع العمومي. انا بصراحه كان المفروض اجيلي التخصيص بتاعي يجيلي في منطقه النرجس اللي هو فوق الجبل. تمام. وساعتها والله زعلت ان هو جالي تحت وجالي في اللي هي الشقق القديمه وكده، بس ساعتها خلاص ما كانش بدايه حاجه وقلت خلاص يعني التخصيص مش هينفع اغيره فاستلمت على كده. انا بصراحه لما جيت هنا المكان هو حلو وكل حاجه، بس حمدت ربنا ان انا خدت تحت. حمدت ربنا خدت تحت ليه؟ انت عندك تحت المكان يعني اول حاجه الميه، اكيد الميه هنا ضعيفه جدا لان الميه عندنا بتبقى ضعيفه في اوقات كتير. تمام. ما بتقطعش بس بتبقى ضعيفه. فما بالكم بقى ان انتوا تبقوا فوق جبل، اكيد الميه عندهم ضعيفه شويه. تمام. او ممكن تكون بتقطع، الله اعلم. تاني حاجة ان انا مثلا لو كان معايا مثلا عيالي وعايزين مثلا اروح او انزل او اجي، انا لوحدي بعيالي مش هعرف لا اروح ولا اجي لان مفيش عربية ولا فيش حاجة. كنت اي مشوار هستناه جوزي لما يجي ياخدني ينزلني يطلعني، انما لازم عربية. من غير عربية صدقوني الموضوع صعب جدا. شايفين المنظر ان الواحدة تمشي بعيالها مثلا في الشارع صغيرين في جو ما فيهوش اصلا ما فيش حد ماشي غير العمال اللي شغالين هناك. انتوا فاهمين قصدي؟ يعني هم لسه بصوا كمان بيكملوا بنا وجرارات ومعدات وصنايعيه. ففي ناس في الاول بصراحه سكنت، وهتشوفوا انتوا ماشيين دلوقتي هتشوفوا ان في ناس ساكنه وفي ناس بتنزل عفش وفي ناس لسه ما استلمتش. بس انا بقول ان ادوا المكان دوت ان شاء الله سنه كمان، وصدقوني هيبقى مختلف تماما جدا. هيبقى الدنيا هاديه فيه وهيبقى ما شاء الله كله الشجر الرفيع ده هيبقى بقى يكبر شويه وهيبقى فيه مساحه خضره تبقوا شايفينها بعينيكم. هيبقى مكان هيبقى حلو. بصوا ده كده سوق تاني بحضانه تانية. هم هنا الحضانات والسواق يعني كلهم نفس الديزاين نفس الشكل. فاهمين قصدي؟ فدايما اي منظر من دول اعرف ان دول ده سوق على طول. تمام. فان شاء الله كل اللي عايز يستلم ان شاء الله يستلم على خير. بصوا كمان احنا كده يعني انا يعتبر انا كده لفيت لفه دايره كامله من اليمه التانية، جيت كده يعتبر ظهري اللي انا كنت ماشيه واقفه عليه. بصوا في مباني بتتبني، مدارس بتتبني. زي بصوا في زي تقريبا هيبقى مول كبير. هو مكتوب يافطه كبيره اللي هو مول النرجس. تمام. المول دوت برضو يعني لما يشتغل ان شاء الله هيفيد الناس اللي قاعده فوق. فلا انا من رايي استنوا سنه استنوا سنه وما تحاولوش تنقلوا. يعني بص ده واحد بينزل مراتب وحاجات كده يعني ساكن يعني. وبصوا برضو في الجنب كده لو هتلاحظوا هتلاقوا ناس برضو يعني ايه قاعدين. بصوا دوت مول النرجس، هو حاطين يافطه كبيره لسه وبيبنوا فيه. تمام. في المستقبل هتبقى حلوة ان شاء الله وهتسكنوا على خير. طبعا في ناس كتير قوي قاعدة في ايجار ومضطرة ان هي تيجي. بصوا شايفين الناس دي ناس ساكنة ونشرة كمان. كمان كمان. فطبيعي ان هي يعني ايه الناس اللي بتبقى قاعدة في ايجار بتبقى غصب عنها لازم تيجي. شايفين السوبر ماركت ده اللي انا قصدي عليه. فهمت قصدي؟ فبصوا بقى يعني إيه النتيجة في النهاية، ان انتوا لو لسه قاعدين لو لسه قاعدين في ايجار مثلا او شقة، يعني ايجارها كويسة، شقة تبع مثلا اهل تبع حاجة وتقدروا استنوا السنة على طول. تمام. قاعدين مثلا في ايجار غالي والموضوع هيبقى غالي عليكم جدا ان انتوا تدفعوا ايجار وقسط وكده وعايزين تنقلوا، لا انقلوا. بس يا رب يعني يكون معاكم عربية. مش معاكم عربية اعرفوا انتوا هتتمرمطوا لكم سنة حلوة كده وبعد كده الدنيا تمشي معاكم كويسة. تمام. والله في ناس كتير بشوفهم بيبقوا نازلين من الجبل على رجليهم رايحين يصلوا رايحين مشاورهم. فيعني ايه في ناس بتحاول تتأقلم. فيعني يا رب كل الناس تستلم على خير وكل اللي عنده شقة يستلمها ان شاء الله ويفرح بيها. وان شاء الله تجيلكم في مكان كويس وما يبقاش المكان قريب من تراب او قريب من حاجة تضايقكم. فالحمد لله على كل حال يعني. والله هي حتى لو تراب وكده واسمها شقة تمليك واسمها شقة العمر يعني. في المستقبل بقى قادر تبيع ما تبيعش يعني دي حاجة ترجع لكم. بس في النهاية ربنا يلا يسعد كل واحد وكل واحد يستلم على خير بإذن الله. و
ملخص الكلام ده كله حي النرجس لسه ما عمرش شويه، محتاج لسه حبه حلوين عشان يعمر بس كده. فلو انتوا وصلتوا معايا هنا لحد اخر الفيديو يا ريت تشجعوني باللايك والاشتراك عشان القناه تكبر بيكوا كده، ويعني ايه وانقل لكم اللي انتوا عايزينه. ولو حد محتاج اي حاجه تاني برضو، يعني انتوا طالما طلبتوا النرجس انا اديني صورته لكم، لو حد محتاج اي حاجه تانية برضو عرفوني، وانا ان شاء الله معاكم اصور لكم اللي انتوا عايزينه. اهم حاجه بس الناس تستفاد، والناس اللي كان مكانها بعيد ولسه ما تعرفش المنطقه دي انا وريتها لكم عشان تبقوا عارفين انتوا جايين على ايه، وتبقوا عارفين يعني ايه هتسكنوا فين. تمام، بس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، واشوفكم في فيديو جديد ومع السلامه.